هو الاهلي انسحب ليه؟ والزمالك زعلان ليه؟ بيراميدز بيتفرج على ايه؟ والاتحاد عامل من بالها ليه؟ خلينا نبدأ القصة من أولها. الأهلي طلب حكام أجانب والزمالك ما اعترضش، هتجيبوا حكام أجانب هتجيبوا حكام مصريين اللي تعوزوه. الاتحاد بقى قال ما فيش الكلام ده. الأهلي قال هنسحب، وانسحب فعلا من الماتش. والموضوع ما خلصش على كده، الأهلي هدد بالانسحاب من الدوري كله. لما الاهلي ينسحب من الدوري ايه اللي هيحصل؟ شايف انه بكده بيلوي دراع الاتحاد، تعد لنا الماتش من تاني يا انا اصلا مش لاعب لكم في ده دوري، ويلا بقى عليا وعلى اعدائي وهنزل درجه رابعه وما يهمنيش اساسا ومش عايز افريقيا. الزمالك قال لك هي الله دي حاجه جميله، راح الماتش الاهلي ما جاش، ده الاهلي جاي الاتوبيس اتحرك، لا ده راح على مدينه نصر. في النهايه حصل المشهد اللي كلنا شفناه بانسحاب الاهلي. كلام كتير بقى قوي، ده قرار مدروس والاهلي مش هيطلع كلمه غير وهو عارف العواقب بتاعته ايه وعارف كويس هو هيعمل ايه. الزمالك قال ما في ماليش فيه، زي ما حصل معاه يحصل معاه، تخصم له الثلاث نقط بتاعه الماتش وكمان تخصم له 3 نقط تانيين في نهايه الدوري. والاهلي راجع راكب دماغ وانا ماليش دعوه، انتوا اللي ما عملتوش المطالب بتاعتنا. الاتحاد قال لك خلاص انا هخصم منه ال3 نقط بس بتاعه الماتش ومش هخصم منه ال3 نقط بتاعه الدوري، اصلا انا هرجع العب في الدوري. الزمالك قال لك واشمعنى انا تعملوا معايا كده؟ والنتيجه ان محدش فاهم حاجه خالص. خلينا بقى في السؤال الأهم، هل قرار انسحاب الأهلي ده كان قرار صح من البداية؟ الإجابة لا طبعا. أنت عملت حاجة عشان تثبت موقفك وقلت هنسحب من الدوري أساسا، يا إما تعودوني الماتش من تاني. الماتش ما اتعادش وأنت ما انسحبتش وما عرفتش تطبق القرار اللي أنت أخدته، وقال لك هنمسك العصاية من النص، احنا خلاص مش هتخصم مننا ال3 نقط بتاعت آخر الموسم. حاجة كده لحفظ ماء الوجه. طيب بعد اللي حصل ده كله في النادي الاهلي وان النادي الاهلي بقى شكله وحش جدا، شئت ام ابيت القرار اللي انت خدته ما اتعملش، لا الماتش اتعاد وانت هترجع تلعب تاني في الدوري عادي جدا. هل بقى في حد هيتحاسب جوه النادي الاهلي عن القرار ده؟ اقول لك على حاجه، ما اعتقدش. والزمالك بقى هو قاعد على اي ترابيزه فيها مصلحه البيراميدز او اي مرضيه وخلاص في النادي الاهلي. بيراميدز بقى الطرف الصامت في القصه، بيقولك وانا مالي يا عم انا عايز حقي وخلاص، وهو اكتر فريق اساسا ليه سبب ان هو يزعل، لان من مصلحته اللي حصل السنه اللي فاتت مع الزمالك لازم يحصل السنه دي مع الاهلي، وده في مصلحته. الاتحاد بقى والرابطه من كل الدوشه دي هم فين؟ هقول لك على حاجه، مش موجودين اساسا. عندنا اداره كرويه بسم الله ما شاء الله، عامل زي موظف الحكومه، عمال يسمع شكاوي الناس وهو بيشرب الشاي ويقول لهم طيب حاضر هشوف الموضوع ده بعدين. هو احنا بقى كده عندنا كوره في مصر؟ لا احنا عندنا حضرتك دراما، عندنا سياسة، عندنا تحفيل، بس كورة ما عندناش. طيب وايه الحل بقى؟ حل في ايقاف الدوري وايقاف النشاط الكروي في مصر ونرتاح كلنا. كل سنة وانتم طيبين، وده اخر الكلام، سلام.